أنا شايف إن الأمور بتتصاعد جدًا في أيرلندا. كنا عارفين إن اليوم ده هييجي، بس دلوقتي حاسس إن اليوم ده فعلًا جه، على الأقل في أيرلندا وفي اسكتلندا وفي أمريكا وبعض الأماكن في أمريكا، بس في أيرلندا واسكتلندا الأمور فعلًا بتسخن جامد. زي ما قُلت، إحنا دايمًا كنا عارفين إن اليوم ده هييجي، بس مش عارف أحس بإيه، ولسه مش عارف. أنا فعلًا مش عارف. خلّيني أورّيك ده، بُص على ده، بُص إيه اللي بيحصل. دي أيرلندا. الإيرلنديين دلوقتي بيحرقوا مراكز المهاجرين اللي لسه تحت الإنشاء. يعني هم بيقولوا إحنا هنحرقها قبل ما تخلصوا حتى بنائها. دي إيرلندا. أبا صح. إزاي هيسيطروا على الناس دي يا جماعة؟ إزاي هيسيطروا عليهم؟ طيب إيه اللي خلاهم يتصرفوا كده؟ ده هو اللي بيخليهم يتصرفوا كده. داخلين لا دلوقتي هما بعتوك منين؟ 3 in 1. لا بص على ده، بص. هم عارفين، الناس دي عارفة إنهم مش مرحب بيهم هنا. بص عليهم مغطين وشوشهم، هم عارفين. اتدربوا، اتقالهم يا جماعة انتوا عارفين إنكم مش مرحب بيكم هنا. خليك في حالك، ما تواجهش حد، ما تردش على حد، بس احنا هنعتني بيك. ارجع لبلدك، ارجع لبلدك، احنا مش عايزينك هنا، احنا مش عايزينك هنا، ارجع لبلدك. البلاد دي كانت كويسة جدا يا جماعة لحد قبل 5 سنين بس. حتى من 5 أو 10 سنين كانت كويسة. عمرك ما كنت هتسمع حد يقول إن الناس البيض هم أكتر ناس مؤدبين في العالم. عمرهم ما كانوا هيقولوا كده، عمرهم ما كانوا هيقولوا. لكن دلوقتي كل واحد من 2 بيقول كده. ليه؟ عشان هم عملوا كده عن قصد، عن قصد. وفي السكة بوظوا الدنيا علينا كلنا. لا مفيش حد هيطلع من الموضوع ده من غير ما يتأذى. بص بص، أنا مش عارف إيه ده. ايوه بص. جايين منين؟ مين اللي بيجيبهم؟ مين اللي بينقلهم بالأتوبيسات؟ جورج سوروس. بص بص، اكيد. بصراحة على الأقل المجموعة دي فيها ستات كتير. دي أول مرة أشوف عدد الستات ده في مجموعة واحدة. بصراحة في العادة بيبقوا رجالة بس. هما رجالة وبس، رجالة. مخزي. في فلوس ببلاش هنا؟ ايوه الكل ياخد فلوس ببلاش، هنروح الشغل بكره، استخدموا الاوتيل. أيوة، أنت هتدفع ضرايب وهم هيقعدوا هناك. لا لا، انتوا بتقعدوا في فنادق، احنا لازم نمشي على رجلينا، صح؟ بصي على ده. لا لا مش هنخرج، بصي على ده. لا لا، ادخلي، ايوه. هم بيستغلوا إنسانيتك. بص، لما كان في 10-15 ألف طالب لجوء حقيقي بيجوا، الناس دي كانت بتحتضنهم، كانوا بيدوهم أكل، كانوا بيدوهم مأوى. معظم الناس كانوا بيرحبوا، بس دلوقتي لأ، عشان عارفين إنهم اتضحك عليهم. بيضحك عليهم، هم عارفين كده. بص على ده، ست أيرلندية قوية، اسمعها. الأطفال، وأنا هنا علشان أحفادي، وأنا هنا علشان أحافظ على أيرلندا للإيرلنديين ولعرقنا السلتي وثقافتنا وتقاليدنا وديننا المسيحي الكاثوليكي. وأنا مش عايزة أيرلندا تبقى معقل للإسلام. كلامك صح. الأطفال. أكيد هي من حقها تقول كده، بصراحة زي ما قالت. إحنا مش عايزين المسلمين أو الإسلام يسيطروا عليها. مش عايزين كده. مفيش أي حاجة غلط في إننا نقول كده. هما بيحولوا ده لحاجة زي التابو. لو قلت كده أنا مش عايز بلدي تبقى خلافة إسلامية، هيقولوا عليكم عنصري وإسلاموفوبي وضد المهاجرين. اسكت خالص، ولا حد. ليه؟ لا، انقلع من هنا. بص على ده اللي بيحصل في الشوارع لما يطلع. دلوقتي أنا معرفش القصة من الأول، بس المفروض ده ما يحصلش. اديني فلوسي، شيل ايدك رافع عليا. اديني فلوس. اديني فلوسي. كل الرجاله. اديني فلوسي.
اديني فلوسي. انا بنادي على الهي. اديني فلوسي. فلوسي. ليه؟ شيل ايدك عني. عايز تضربني؟ لا، عايز تضربني؟ هو ماسك إيه في إيده؟ هو ماسك حاجة في إيده، يعني بالنسبة للمعايير الإفريقية عارف إيه ده؟ كان هادي جدا. اديني فلوسي. أيوة هو ده يا جماعة، الأمور بتسخن في إيرلندا. هم عملوا كده يا جماعة، هم عملوا كده. إحنا محتاجين إيلون ماسك يجاري جورج سوروس. جورج سوروس هو اللي عمل كده، ضخ مليارات الدولارات في الموضوع ده. كان عايز يغرق الغرب بمهاجرين رخيصي الكلفة من العالم الثالث. هو عايز يخلق ثقافة عالمية موحدة، بحيث الثقافة الأصلية، الثقافة الغربية الأصلية ما تبقاش موجودة. هو عمل كده عن قصد. ده شرير جدا، ده شرير جدا.